اللهم لك الحمد ولك الشكر. ده الباسبور الفرنسي، وطبعا مش انا اللي استلمت الجنسيه، ده واحد مصري هنا استلم الجنسيه الفرنسيه، وانا بفرح قوي لاولاد بلدي. يا ريت نبارك لاخونا المصري ميت حبيب استلم اقامه فرنسا 10 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. لازم نفرح لبعض. النهارده عاوزك تقول لي ازاي خدت الاقامه. الإقامة النهاردة خدتها عن طريق مكتب عفيفي، تحضير الملف جاهز، تجهيز جميع الأوراق، امتحانات اللغة، ثم التقديم، والحمد لله الحصول على الكارت 10 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل استلمتها في الله. وقت قليل ولا وقت طويل؟ في 6 أشهر بالظبط. 6 اشهر جابوا لك اقامه 10 سنوات؟ 6 أشهر. ايه رايك في مكتب عفيفي والاسعار؟ لا، الأسعار ممتازة جدا والخدمات واقعية. ألف مليون مبروك على الإقامة لأخونا ميت حبيب استلم إقامة فرنسا 10 سنوات. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ده الباسبور الفرنسي، وطبعا مش أنا اللي استلمت الجنسية، ده واحد مصري هنا استلم الجنسية الفرنسية، وأنا بفرح قوي لأولاد بلدي. ولكن عاوز أشرح لكم إزاي حصل على الجنسية الفرنسية وفي وقت قليل جدا. الحمد لله، رغم ان الجنسيه صعبه جدا في فرنسا دلوقتي، انا عن طريق مكتب عفيفي، انا مش هتكلم كأب، انا هتكلم كزبون. الحجاج ولادي جابوا لي، عملوا لي كل الاجراءات للحصول على الجنسيه في اسرع وقت، 6 شهور. يعني حضرتك 6 شهور استلمت الجنسية الفرنسية؟ في 6 شهور جميع الاجراءات تمت وخدت الجنسيه، الباسبور اهو، وادي الكارت دندتي. مكتب عفيفي مصداقيه وامان، فلو عندك اي مشكله وعاوز تحصل على الجنسيه الفرنسيه وشايف شروطك مناسبه للجنسيه الفرنسيه، مكتب عفيفي هيسهل لك كل الاجراءات وهيكون معاك خطوه. مكتب عفيفي لكل الجنسيات العربيه. عم نور الدين مغربي معاه الجنسيه الفرنسيه وكان عنده مشاكل كبيره جدا في حاجات كتير جدا، ومع مكتب عفيفي خلصوا له كل الاجراءات بمنتهى السلاسه والبساطه. اشرح لي كان عندك ايه وعملت ايه؟ الحمد لله، كان عندي طلاق في فرنسا، خلصوه. كان عندي المشكل نتاع سيكوريتي سوسيال، الضمان الاجتماعي، خلصوه. تقاعد كذلك خلصوه. طب رايك في الاسعار؟ والله الثمن والوقت بس كان في واحد الوقت مش كثير. خلصت كل حاجه. يعني لو اي حد مغربي او جزائري او تونسي او مصري او اجنبي صاحبك عنده اي مشكله ترشح له مكتب عفيفي؟ انصحه بمكتب عفيفي. والله هيقوموا بالواجب. مكتب عفيفي الاجراءات القانونيه. لو عندك اي مشكله في فرنسا فعليك وعلى مكتب عفيفي، سواء مقيم شرعي او حتى مقيم غير شرعي. مكتب عفيفي اقل سعر استشاره قانونيه في فرنسا كلها 60 يورو فقط للاستشاره. تيجي هنا تقعد معاهم تسالهم عن اي حاجه في قوانين فرنسا، ولو عندك اي مشكله تيجي الاستشاره ب 60 يورو فقط. مهما كانت مشكلتك مع مكتب عفيفي هتلاقي هنا الحل. مكتب عفيفي اقوى وافضل مكتب في فرنسا كلها للاستشارات القانونيه. 2 ماستر في القانون وحاليا بيدرسوا كمان الدكتوراه، فهتاخد هنا الخبره من اهل العلم والخبره. لو عاوز تقدم على كارت الاقامه في فرنسا وعندك اي مشكله مهما كانت، هتيجي هنا مكتب عفيفي وهيكونوا معاك خطوه بخطوه. ولو بتجدد كارت الاقامه وعندك اي مشكله في اختبار اللغه، هتيجي برضه مكتب عفيفي هيكونوا معاك في شرح الاختبار وكل الاسئله اللي هتتسال لك، وهيكونوا معاك خطوه بخطوه لحد ما تاخد كارت الاقامه، سواء بتقدم على كارت اقامه فاميليا او بتقدم على كارت اقامه شغل او بتقدم على حتى لم شمل. او انت بقالك 3 شهور في فرنسا، او انت بقالك 3 شهور في فرنسا ونفسك يكون معاك كارت الابن ميديكال في فرنسا، فهتيجي مكتب عفيفي هيكونوا معاك خطوه بخطوه. ولو عاوز تقدم على الضرايب وبقالك فتره هنا في فرنسا، هتيجي مكتب عفيفي هيكونوا معاك خطوه بخطوه. وما تنساش ان مكتب عفيفي بيتكلموا اللغه العربيه، بنات فرنسيات من اصول مصريه، فلتحيا مصر ام الدنيا. ولو بتفكر تفتح شركه صغيره، هتيجي مكتب عفيفي هيكونوا معاك بإجراءات قانونية خطوة بخطوة من البداية حتى النهاية. وما تنساش 2 بنات دارسين 2 ماستر ودلوقتي بيحضروا الدكتوراه. جوريست قانوني، بتيجي مكتب قانوني معتمد، كل حاجة هنا قانونية، فبتيجي تاخد الخبرة من أهل العلم والخبرة. إخواتي وحبايبي اللي في فرنسا، الكيت بقى مشكلة كبيرة جدا. ممكن يجي لك كيت وأنت مش واخد بالك إن هو كيت كامل على الاتحاد الأوروبي. يعني لا قدر الله خدت تيكت في فرنسا، كبرت دماغك، واحد قال لك كبر دماغك، تيجي تروح تعمل وقفه في المانيا او في ايطاليا او في اي دوله، تلاقي عندك مشكله ان ظهر لك طرد من الاتحاد الاوروبي من غير ما انت تعرف ومن غير ما تاخد بالك، علشان ما عندكش وعي ولا فهم في القانون. فلو جالك اي كيت، على طول على مكتب عفيفي للاستشارات القانونيه عشان يفهموك وضعك وهتعمل ايه بالظبط وتلحق تنقذ مستقبلك. اي حد عنده مشكله في الاشلم هتيجي هنا مكتب عفيفي هيكون معاك خطوه بخطوه لحد ما تحصل على سكن الاشلم. We need help with the HLM application. Don't worry, we will take care of your file here at Afifi office.
حد عنده مشكله طبيه او صحيه او عنده اعاقه هتيجي هنا مكتب عفيفي، هيكونوا معاك خطوه بخطوه لحد ما تحل مشكلتك وتاخد اقامتك. حبايبي طلاب الجامعات اللي موجودين هنا في فرنسا من كل الجنسيات، لاول مره مكتب عفيفي هيكون معاك خطوه بخطوه. لو عندك اي مشكله بتواجهك في دراستك هنا في فرنسا، او حتى جاي من اي دوله عربيه وبتواجهك مشكله في مصر بسبب التقديم في الجامعات، هتبعت لمكتب عفيفي وهيكون معاك خطوه بخطوة. وعندك اي مشكله في الغرامات والغرامات تراكمت عليك، هتيجي هنا مكتب عفيفي هيكونوا معاك عشان يقسطوا لك كل الغرامات بتاعتك ويكونوا معاك خطوه بخطوه. مكتب عفيفي لو عندك اي مشكله قانونيه في فرنسا، سواء طالب او متجوز او لم شمل، او عندك مشكله في الايد ميكال، عندك مشكله في الضرايب، عندك مشكله في اي حاجه، هتيجي هنا مكتب عفيفي هيكونوا معاك خطوه بخطوه. كل اللي عليك هتبعت لرقم 0669 05 1517 على واتساب او اتصال مباشر وتاخد هنا رانديفو. هتيجي تاخد هنا مقابله، المقابله بتاعتك ب 60 يورو استشاره مهما كان الوقت. هتيجي تسال براحتك، بس قبل ما تيجي لازم تاخد موعد. وقدامكم رقم التليفون كمان هنا، وقدامكم رقم التليفون على الشاشه، وقدامكم العنوان على الشاشه. مكتب عفيفي، الخدمات القانونيه والاستشارات القانونيه، حياتك في فرنسا ومستقبلك في امان.